كل سنه وبحضرتك. مبروك على الفيلم اللي كسر الدنيا. الله يبارك فيك. وعايزين نكلم حضرتك، يعني اتكلمنا عن فكره الفيلم والفكره جت ازاي. الفكره جت ازاي من الاستفزاز المجتمعي اللي احنا عايشين فيه. يعني انت لما تعيشي في وسط ناس بتلبس رداء الدين ال 24 ساعه في ال 24 ساعه، وهم ما بيعرفوش حاجه عن الدين اساسا. يعني عمر ما كان الدين شكل ولا الدقن ولا الزبيبه ولا النقاب، الدين معامله. فبالتالي على طول كتبت الفيلم وقلت هشرع في تنفيذه، وبقدم في الفيلم ده يعني فنان جزائري بيمثل في مصر لاول مره، عبد النور حسن. هتشوفوا فنان عظيم، موهبه جباره جدا. وليه انا بقول ده وارجو ان الكلام ده يعني نسيب وينزل معانا. يعني انا عارفه تغريد انت 100 100. ليه بقول ده؟ لان هو واقف قدام عملاقه زي مدام لوسي بطلة الفيلم معانا، فدي شهاده مدام لوسي ليه، مش شهاده المخرج ليه. انت معاكي ممثلين تقال، ناس عندها اكسبيرينس، ناس شاطره جدا. هند عاكف يعني فاجئتني. هند عاكف واحنا بنشتغل اول تيك اللوكيشن كله سقف لها، ست بروفيشنال. والناس بتوع التسعينات او الناس المؤثرين، وعفوا في لفظ بتوع التسعينات دول انا اقصد يعني الناس المؤصله في تاريخ التمثيل وتعرف يعني ايه ممثل ويعني ايه مخرج ويعني ايه كاميرا. لا فاجئتني جدا. وفاء مكي طبعا. لا فيلم ان شاء الله يعجب الناس، واحنا شغالين عليه بكل جهد، وان شاء الله يكسر الدنيا باذن الله. تكوني معانا برضه باذن الله. شكرا لحضرتك، شرفت بيك.